التعايش المشترك بين الناس سمة للأخلاق الراقية، وهي أهم سبل السلام والديمقراطية. ففي مدينة مثل مدينة الدرباسية كما هو معروف لدى ساكنيها، فيها فسيفساء جميلة يعيش فيها الكردي والعربي والمسلم والمسيحي بتجانس. الدين المسيحي هو إحدى الأديان من النسيج السكاني لمدينة الدرباسية. القاص في كنيسة مراسي الحكيم تكلم لإذاعة دنجزلال عن رأيه عن التعايش المشترك. التعايش مع الأكراد كثير كويس يا بنتي هلا، لأنه الأكراد اليوم مو مثل الأكراد قبل 100 سنة. الأكراد قبل 100 سنة كانوا متدينين كثير، كان عندهم أصولية دينية. أما اليوم تحرروا من الأصولية الدينية، صار في عندهم دافع قومي، صار في عندهم دافع وطني، دافع إنساني، صار يحبوا الآخرين، وبالتالي الناس صارت تحبنا. ونحن المسيحيين موجودين ونحن كثير نحبهم وعايشين معهم مبسوطين، وما في عندنا أي مشكلة من العيش مع الأكراد. امرأة مسيحية تتحدث عن تجربتها في التعايش مع الكرد. عايشين مع بعض يعني صار لنا سنين مثل ما يقولون، بنحب بعضنا، ما في مشاكل، ويعني كلتنا نسيج واحد، يعني عرفتي شلون؟ ايوه، مو نحب البغض، مو عايشين بمحبه، ما يفرق حدا بين حدا، ونحن ضد العنف، ضد القتل. يعني نحن مو نحب هالشيء كلتنا، نحن نحب انه الله خلقنا كلتنا مثل ما يقولون انسان، خلاص هيك يعني، وزيد محبه بس. نحن كلتنا نتعامل على اساس انه نحن انسان خلقة الله بس، ما في فرق، لا هذا كردي لا هذا مسيحي لا هذا مسلم، مو يصير نفرق. بس فرقنا غلط يعني. مثل ما يقولون يحبوا العلم، عندهم ميزان بالعلم، يحبوا العلم يعني، ويحبوا التطور، يحبوا الحضارة، يعني مو يحبوا يعني مو يرجعوا لورا، يتقدموا لقدام، بس العلم عندهم مميز يعني. أنا أغلب اللي ندرسهم يحبوا العلم، لاحظنا هالشغلة يعني. أردنا أن نعرف أيضا رأي ممثل السريان في مدينة الدرباسية الأستاذ إسحاق عبدو. الأكراد شعب عزيز وغالي علينا نحن جميعا، المكونات الاجتماعية والسياسية في مدينة الدرباسية، والأكراد يعيشون معنا منذ مئات السنين، ونعيش بمحبة وتفاهم، وبخاصة الشعب السرياني بكافة مكوناته وأطيافه، يعني المسيحيون هم الأكراد أخوة، وهذا ورثناه من آبائنا وأجدادنا، لم يأتي الآن وليد الصدفة بهذه الأزمة، لا، نحن لم نتأثر بهذه الأزمة في منطقة الجزيرة، لأننا نحب بعضنا قبل الأزمة، وبقينا على هذه المحبة مهما حدث من أمور بين الناس. نحن لم نتغير مع بعضنا، نحن نبني هذا البلد. سوريا وطن الجميع، وللجميع حق في سوريا، وعليهم واجبات، علينا أن نخلص لهذا الوطن دون تمييز. في ظل الظروف الراهنة، مدينة الدرباسية لم تشهد أي صراع طائفي، وهذا ما يميزه عن غيره من المدن. ويقول ساكنيها بأن مدينتهم كشجرة ورودها بألوان مختلفة. من كنيسة مراسي الحكيم لراديو دنجزلال، والناز حسين.